في خلال الفيديو هقدم لك أفكار تسهل عليكي تنظيف الغسيل، وإزاي تهتمي بالرجيم وتشربي المية إزاي كتير، وتنضفي البوتاجاز بإيه بحاجات موجودة في البيت، مية سخنة وشوية صابون سائل. وإزاي نتبع نظام يسهل علينا يومنا، ذات إن اليومنا في الشتاء مش طويل قصير. فعشان نسهل علينا التنظيف ونهتم بنفسنا وصحتنا وننضف البيت كمان، ننضف الغسيل. دي أول حاجة لو أحط مسحوق بودر وفي حاجات غامقة في الغسيل بدوبه في المية أو استنى الغسالة لما تتملي كلها وابتدي أحط المسحوق بتاع البودر. عشان أزود مفعوله بحط كلوروكس ألوان البودر وبحطه على الغسيل من فوق كده، أنا عايزاه يدخل في كل الغسيل وينضفه، بالذات لو في تيشرتات لولادي أو هدوم بنطلونات تكون فيها بقع زيادة. وطبعا قبل ما احطها في الغسالة لو حاجة متبقعة من البنطلونات نضفها الأول واطلع البقع منها، واحاول على قد ما اقدر ان انا انضفها قبل ما احطها في الغسالة، لان الغسالة هنا مش هتنضفها لك 100%. عشان ازود مفعول المسحوق بحط اوكسي جل، والاكياس الصغيرة هنا مش غالية، فانا بحب اجيب الاكياس هنا لان ريحتها كمان باللافندر ريحتها حلوة. بحط اوكسي جل او باهي جل بضيفه للغسيل، بالذات لو ما كانش عندي دوني احطه على الغسيل عشان يبقى ريحته حلوة. وعشان ابتدي يومي واهتم بصحتي بشرب مية الاول، عشان احط اي نكهة من غير سكر على المية بحط قشر الليمون، بحط قشر الاستفندي، قشر البرتقال، اي حاجة تدي طعم للمية. ممكن كمان ورقتين من ورق الكركديه، لو عندك نعناع كمان فريش ممكن انتي تحطي نعناع فريش او نعناع الجاف، اي حاجة تنكه المية. ممكن كمان قرفة لو عيدان بتدي طعم حلو برضو. وان احنا نشرب المية طول النهار، نهتم بالفطار بتاعنا في الشتاء، والشتاء فرصة حلوة جدا ان احنا نخس وننزل من وزننا. هنا انا قسمت الطبق بتاعي على مرتين، يعني هاكله دلوقتي وبعد ساعتين هرجع اكل تاني، واطول المدة كمان، وعاملة لبن بالقرفة عشان يدفيني اكتر. كنت حاطة على النار الحلل ديت او الطاسات كانت متوسخة شوية، فكنت حاطة مية ان هي تدوب البقع او الدهون الموجودة فيها. فالطاسة اللي انا كانت في ايدي ما كانش فيها دهون كتير، فحطيت فيها مية سخنة وابتديت انزل، تقريبا نزلت على البوتاجاز نص كوباية مش اكتر، واحط صابون هكمل تنظيفها، وهتبقى سهل ان هي تطلع اي دهون منها او اي حاجة. بما ان انا كنت مولعة البوتاجاز فالحوامل كانت سخنة، فشلتها على جنب وسبت بس جزئين اللي قدامي دول، وحطيت صابون سايل. طبعا صابون سايل كمية مش كبيرة، انا حطيت زي ما انتوا شايفين، وجبت الليفة بتاعتي او الاسبونشة بتاعتي ما تكونش خشنة قوي عشان ما تجرحش في الستانلس بتاع البوتاجاز. فابتديت ان انا انضف البقع لان البوتاجاز ما كانش متسخ قوي، فانا كنت بنضف على قد ما اقدر ان انا اشيل الدهون واي بواقي اكل او اي حاجه بقى كانت لازقه، قهوه او اي حاجه وقعت ولزقت من صلصه. وبرده الحوامل عشان كانت سخنه برضه الاسبون بنفس الصابون السايل وكميه الميه اللي كانت موجوده على البوتاجاز نضفت الحوامل. وبعد كده خدتها على الحوض وشطفتها وحطيت فوطه طبعا على الارض، وابتديت ان انا اوقفها عشان اصفيها. جبت فوطه ميكروفايبر وابتديت امتص الرغوه والميه اللي محطوطه على البوتاجاز. طبعا ما كنتش حاطه كميه كتير عشان كمان المع المرايه بتاعه البوتاجاز والمرايه بتاعه الفرن او الازاز بتاع الفرن بجلانس. الجلانس اللي عندي ما كانش كميته كبيره، بس انا ضفت عليه ميه من الفلتر وحطيت عليه كمان تقريبا ربع كوبايه او اقل كمان كحول سيلي اللي احنا بنستخدمه في تعقيم لمعت بيه المرايه اللي موجوده، وكمان الجزء بتاع المفاتيح بتاعه البوتاجاز بيلمع جدا. بس بعد ما تمسحيه بالفوطه بتاعتك، بس الفوطه طبعا كانت متشبعه اللي كانت في ايدي ميه، فجبت فوطه تانية جافه خالص وابتديت المع المكان بتاع الاوكر ونضف اي دهون موجوده حوالين الاوكر. هوريكم بعد كده هيبقى منظر الجزء ده ايه. كمان المرايه او الازاز بتاع الفرن نضف جدا، والجزء الاستانلس اللي تحت الفرن ده جزء مهم جدا، ممكن تحطي فيه لو الفرن بتاعك كان سخن وطفيتيه ممكن تحطي فيه الصواني، حافظ على الصواني بتاعتك دافيه لوقت اللي انت هتقدمي الاكل. هنا انا نضفت الجزء ده كويس جدا، وكمان هفتحه وانضفه من جوه لان جوه كان فيه كميه تراب، فانا كنت عايزه ان انا انضفه. كل ما الاقي فيه شويه بقع موجوده لسه عنيده مش عايزه تطلع كنت برش شويه من الكحول برضو او الجلانس اللي كان موجود في ايدي. ودي ماركه غير ماركه جلانس، دي حاجه تانية. انا بالنسبه لي نقطه القوه بتاعتي ان انا البوتاجاز يبقى نضيف متلمع ونضيف وشكله كده لطيف ان انا اقدر اعمل اكل بعد كده. زي ما انتوا شايفين عند الاوكر كانت بتزيق كده وكانت نضيفه زي الفل. الاسبونشة بقى اللي انا استخدمتها في التنظيف حطيتها في ميه سخنه، وحطيت شويه صغيرين من كلوروكس الالوان اللي انا كنت لسه حطاه على المسحوق وانا بشغل غساله. هسيبهم شويه يغلوا، بعد كده هسيبهم طبعا هطفي النار بعد ما الميه تسخن واسيبهم في الميه السخنه.
كده انت نضفتيهم من اي دهون واي طبعا ترسبات او اي بكتيريا. انا حافظ على الاسبونجه بتاعت المواعين، بحب ان انا احطها في ميه سخنه على طول. اي بقى اسبونجه بستخدمها في غسيل المواعين، في التنظيف، في مسح السيراميك، لازم احطها في ميه سخنه وكلور الوان او كلور باودر او كلور عادي اللي هو بتاع الملابس البيضاء. بسيبهم فتره، طبعا كل 3 اسابيع بغير الاسبونجه بتاعت الاطباق لان بتلم جراثيم كتيره جدا. الرخامة اللي انا بنضف عليها او بحضر الاكل لازم ان انا امسحها كويس جدا. الفوطة اللي بايدي كانت غسلتها على الحوض وجففتها طبعا وعصرتها كويس، بما ان الفوطة ديت انا بستخدمها في مسح الصابون السائل او تنظيف حاجة تكون عليها كمية دهون كتير، فعلى طول بغسلها بشوية صابون سائل مسحوق بودر، وبشطفها طبعا على الحوض على طول وبعصرها واستخدمها تاني. غير طبعا بلم كل الفوط ديت كل يومين وبحطها في الغسالة وبحط عليها كلور ألوان وبعمل لها دورة لوحدها. نبتدي يومنا بعد ما شربنا كوباية المية بطعم الليمون وقشر الاستفندي، نعلي الحرق بتاعنا وحاجة تتحكم في شهيتنا طول النهار. عملت فنجان قهوة وحطيت نص معلقة زبدة بلدي عليه أو نص معلقة زيت جوز الهند، ده اللي بضيفه على القهوة. ممكن ما تضيفيش سكر، يعني انا بقلل السكر خالص تقريبا، انا ما حطيتش لاني عليها لبن بودرة، نص معلقة لبن بودرة على القهوة فطعم اللبن البودرة بيبقى مسكر. فنجان قهوة يدفي ويخليني طول النهار ما اكلش حاجات رز او عيش او مكرونة كتير. بعد كده دخلت على الصالة بعد ما كنست السجاد اللي اقدر اشيله من السجاد او جزء من السجادة بشيله وانضف تحتيه. في سجاد بيجمع تراب خفيف كده تحتيه فده عايز يتكنس، ولو تقدري كمان ان انتي تشيليه خالص وتمسحيه يبقى حلو جدا. فانا بشيل جزء من السجادة وابتدي ان انا اكنس اللي تحتيه. والمقشة اللي معايا عزكم الله بخليها طبعا لتنظيف البيت غير المقشة بتاعت الحمام، والمقشة ديت ناعمة فبتشيل التراب الناعم ده. هنا انا عندي السجادة اللي انتوا شايفينها دي مدخل باب الشقة، فطبعا بيتداس عليها عزكم الله بالشوزات كتيرة قوي، واي تراب بقى جاي من باب الشقة من بره فبيبقى موجود على السجادة هنا كتير قوي. بشغل مكنسة بالكهرباء اشفط التراب الموجود على السجادة، لان ولادي لما بيدخلوا بالشوزات بتاعتهم بيتجمع تراب، طبعا بداية التراب بتبقى من هنا. فدي السجادة اول حاجة تنضفيها قبل ما تنضفي بقية الصالة. يعني بنضف السجادة اللي مدخل الشقة وبعد كده بنضف السجاد اللي جوه. شلت المشاية او السجادة اللي موجودة في المطبخ وكان عليها كمية تراب محترمين لان بقالها اسبوع او اكتر، وحطيت نص لتر من الازازه اللي انتوا شايفينها، وبعدين حطيت من بريك. احنا صحيح في الشتاء بس ايام كتير بنفتح الشباك فبيدخل تراب، لو في يوم في هوا وفي عفره فالتراب ده بيدخل عندنا في السجاد على طبعا على الركنه على الانتريه او اي مكان موجود عندك، فما كناش بنتابعها على طول. هتلاقي التراب بيتجمع زي تحت السجاده كده، بالذات السجاده ما تكونش تقيله، تكون خفيفه شويه زي السجادة اللي كانت موجودة. والشتا ده انا ما اخترتش ان انا افرد السجادة كاملة في المطبخ، فكنت حطاها متطبقة نصين بالطول وفردها في المكان اللي احنا بندوس عليه بس، يعني اللي ولادي داخلين عليه. ما قدرتش ان انا اشيل الغسالة وافردها كامل. جبت فوطة بقى حلوة كده ابتديت ان انا اجفف السيراميك كله، منظر السيراميك طبعا قبل بالتراب اللي كان موجود عليه. وبعد كده اخر حاجة كانت في المطبخ ان انا اغسل المواعين عشان هنبتدي ان انا اعمل الغدا، فكان لازم ان انا اخلص المواعين. وريحة الحوض ما كانتش لطيفة، وكان في اماكن في الحوض زي ما انتوا شايفين لونها كده مغمق شوية، فعشان ادي نظافة واعقم المكان ده انا ما كنتش منضفة فيه اي حاجة لا فراخ ولا سمك، بس من تراكم الدهون والصابون السائل والاكل وبواقي الاكل بيعمل ترسبات في الحوض نفسه. فحطيت شويه كلور الوان على السبونشه ديت للتنظيف مش لغسيل المواعين، وابتديت ان انا افرك الحوض كامل وشطفته. اهم حاجه طبعا ان انا بحب انضفها في البيت المطبخ والصاله كبدايه الشقه او مدخل الشقه، والمطبخ عشان ادخل بعد كده والواحد نفسه مفتوحه. فتحت الشباك ساعه وبعد كده قفلته ونزلت الستاره. كان في مسلسل شغال فكان ولادي بيحبوا يتفرجوا عليه، وكنت سايباه ان هم يتفرجوا عليه شويه، وفردت البطانيه على السرير زي ما انتوا شايفين انا بحب افردها كده بتدفي السرير، وكنست الارضيه بتاعه الاوضه، وغيرت كمان الفوط اللي انا بحطها في الاوكر في الدولاب، كل واحد طبعا ليه فوطه مخصوصه. وكان في شويه غسيل وانا بطبق الغسيل بالمنظر. انا بحب اطبق الفوط واكياس الخداديات بطبقها رولات كده زي ما انتوا شايفين في الدولاب،
وعشان انضف الحمام، وده اخر حاجه تنظيف بالنسبه لي، لكن اوض ولادي هم اللي بينضفوها. عشان انضف البلاع هنا عزكم الله في شويه شعر كده، وكان في حاجات كده مش لطيفه، فاي فرش سنان تكون قديمه عندي بلم الشعر بيها وارميه في كيس، وبعد كده ارميه في باسكت الزباله. وحطيت شويه من بريكس على السيراميك، وابتديت ان انا اوزعه في الحمام كامل. وكمان حطيت شويه ميه صغيرين عشان يرغي بس شويه معايا. وزعته طبعا في كل الاركان اللي انا ما بقدرش ان انا اوصل لها. وكانت فرصه ان الولاد كانوا نايمين في الوقت ده، فكنت عايزه ان انا انضف عشان الحمام بتاعك يبقى ريحته متجدده على طول وما فيهوش ريحه كمكمه. افتحي بقى الشباك يهوي، ولازم الهواء يدخل في الحمام. بعد ما خلصت تنظيف فتحت الشباك ورفعت الستاره. مهما هرش معطر وانا قافله الشباك بيبقى فيه ريحه كمكمه، بالذات ان انا حاطه في الحمام الشرشوبه والمقشات عزكم الله والمساحه. كيس البريكس اللي انا جايباه ده كيس التوفير، وانا كنت جايباه من 3 شهور تقريبا، فهو قعد معايا 3 شهور. وانا كمان هنضف بيه الحوض. انا قفلت الحوض بالسداده بتاعه البانيو، وابتديت حطيت فيه شويه ميه، وخدت بقى الاسبونشه دي اسبونشه تانية انا حطاها في الحمام خصصها بس تنظيف الحوض والبانيو، وما بعملش بيها تنظيف لاي حاجه تاني. طبعا في فرشه عزكم الله لقاعده الحمام دي غير تنظيف اي جزء تاني في الحمام. حطيت بقى شويه بريكس تاني مركز على السبونشه، وابتديت انضف الحوض نفسه من تحت. حسيت ان الترسبات بتاعه الدهون بتاعه الصابون اللي ولادي ما بيخشوا الحمام بتنزل وبتتجمع تحت. حطيت البريكس على الاسبونشة، وابتديت ان انا افرك كل الدهون اللي عمالة تتراكم من تحت. طبعا احنا ما بنشوفهاش، يعني احنا بننضف الحوض من فوق لكن بننسى الجزء دوت. فكتير قوي بيتجمع فيه ترسبات الدهون بتاعة الصابون. وطبعا من ولادنا ايديهم مثلا متبقاش نظيفة، فلازم يتغسل من فترة للتانية. جبت دورق المية وابتديت ان انا ادلق مية في كل الاماكن. انا حاطة باسكت وفي كيس في الحمام عشان نرمي فيه الكلينكس اللي احنا بنستخدمه عزكم الله في الحمام. ونشفت وجففت الحمام، واشوفكم فيديو جديد وتحدي جديد باذن الله.